السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتقدنا الفيديو اللي فات بتاع الأخصائية الأجنبية وقلنا فيه 3 أخطاء. أول خطأ، لازم تشتغل بالكروت طبقا للمقاطع، تشتغل كلمات من المقطع الأول، بعد كده تشتغل كلمات من مقطعين، بعد كده تشتغل كلمات من 3، بعد كده من 4 مقاطع. هي كانت شغالة مقطع على مقطعين على 3. رقم 2 قلنا إيه؟ بتكرر السؤال كتير وبتكرر الإجابة كتير، وده غلط، لأن الطفل مش هيفهم المثير بتاعه، مش هيفهم إمتى السؤال وإمتى الإجابة، وإيه الصح وإيه الغلط. ممكن يبقى عنده أوكولاليا بيكرر السؤال مع الإجابة مع بعض. المفروض بسأل السؤال وبستنى الاستجابة وما بلطمش الطفل الاستجابة. تمام؟ دي تاني حاجة. تالت حاجة، اتفقنا إن كان في مشتتات كتير حوالين الترابيزة، لازم ميبقاش في مشتتات عشان الطفل يركز معاك. آخر حاجة، انتقدنا حتة التعزيز. ال4 حاجات دول احنا هنعملهم في الفيديو دلوقتي من غير ما نعملهم. تمام كده؟ يلا نبدأ. أول حاجة إيه؟ قلنا لما تيجي تشتغل على التسمية أو هتيجي تشتغل على المجموعات الضمنية لازم تقسمها لمقاطع. هنشتغل الأول كلمات من مقطع، بعد كده نشتغل كلمات من مقطعين، بعد كده هنشتغل كلمات من 3 و4 مقاطع، يبدأ الطفل يجيب معانا. تمام؟ نمسك على سبيل المثال كلمات من مقطع واحد. ايه ده يا محمد؟ وش، برافو عليك، اشطر ولد. وش، شاطر يا محمد. ايه ده يا محمد؟ ايه ده؟ عيش، اشطر ولد، برافو عليك يا محمد. طب تعرف ايه ده؟ فار. فار، برافو عليك يا محمد. ايه ده؟ فيل، اشطر ولد. عيش، وش، فار، فيل. هات يا محمد فار. اشطر ولد. ايه ده؟ فار، شاطر، برافو عليك يا محمد، اشطر ولد. هات يا محمد عيش. شاطر. ايه ده يا محمد؟ عيش، اشطر ولد. هات يا محمد فيل. ايه ده يا محمد؟ اشطر ولد يا محمد، برافو عليك. خلاص، هلعب نفس اللعبة في كل كلمات مقطع، حوالي 20-30 كلمة مقطع. نفس القصة في مقطعين، كلمات من مقطعين. أي كلمة من مقطعين، مثلا خيار، بطيخة، جزر، مسطرة. طبعا الأمثلة كتير، حوالي برضو 100-200 كلمة، بس احنا هنضرب مثال على دول. ايه ده يا محمد؟ خيار، برافو عليك، اشطر ولد يا محمد. ايه ده؟ صح. بطيخ، 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 شاطر. ايه ده يا محمد؟ اشطر ولد يا محمد، برافو عليك. ايه ده يا محمد؟ مسطرة، برافو عليك. ايه ده يا محمد؟ جزرة. هات يا محمد
خيار. شاطر. ايه ده؟ خيار. برافو عليك. خيار. اشطر ولد يا محمد. خيار. هات يا محمد. جزر. جزر. شاطر. اشطر ولد. ايه ده؟ جزرة. برافو عليك. اشطر ولد يا محمد. اللي عملته في كلمتين في مقطعين هعمله في 3 و4 مقاطع. نفس القصة اهو 3 و4 مقاطع. تمام؟ يبقى انا بعمل ايه؟ بقسم المجموعات الضمنية لمقاطع عشان الطفل يقدر ينطق، عشان الطفل ما يقعش مني، مخارج الحروف ما تظهرش بايظة، عشان الطفل يعرف يصنف. اوريله الحاجة في الحقيقة، يعني انا ضربت قلت له عين، اوريله عينه وعين بابا وعين ماما وعين القطة وعين العروسة وعين اللعبة عشان يحصل له تعميم. قلت له مثلا حاجة زي كده زي جزر مثلا، اوريله الجزر في الحقيقة، اوريله مجزم الجزر، هات جزرة، ودي جزرة، ادي الجزرة لبابا، يبقى كده الطفل حصل له ايه؟ تعميم. إلى اللقاء في الفيديو القادم ومع مشكلة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.